تضييق الخناق على يوسف، يوسف اعترف انه هو اللي قتل محمد، وبدأ يمثل جريمته قدام رجال الشرطة وتحت حراسة مشددة زي ما هو باين كده في الفيديو. ويوسف اعترف وقال ان محمد رجع معاه بعد المدرسة، رجع على بيته وكانوا قاعدين سوا فوق بيتفرجوا على فيلم أجنبي، وحصل ما بينهم مشادة بسبب الفيلم ده. فما كان من يوسف إلا إنه كان لاقي عنده عصا خشبية ويقال شاكوش، وراح نازل بيها على دماغ محمد وضربه عدة ضربات لحد ما محمد فارق الحياة. بعد كده يوسف نزل الصيدلية وجاب جوانتي، اشترى جوانتي من الصيدلية ورجع وبدأ يقطع جثة محمد علشان يعرف يتخلص منها. بدأ يقطعها بصاروخ كهربي. طيب بالنسبة للشاكوش أو القطعة الخشبية أو الصاروخ الكهربي ده جابوا منين يوسف؟ دي حاجات وأدوات أصلية أساسية موجودة في بيت يوسف، لأن والده نجار مسلح، بيطلع من الساعة 6 الصبح وما بيرجعش إلا آخر النهار. ووجود القطعة الخشبية أو الشاكوش أو الصاروخ الكهربي دي أدوات طبيعية بيستخدمها والد يوسف في شغله. فبدأ يوسف قال إن هو قطع جثة محمد ل6 قطع وبدأ يحطها في أكياس سودة، وبدأ ينزل على مدار يومين 2 علشان يتخلص من الأجزاء بتاعة جثة محمد ويتخلص من الأكياس السودة. فبدأ يتجه إلى منطقة كارفور اللي في الإسماعيلية، اللي تبعد عن بيت يوسف حوالي 4 كيلو. تخيل هو شايل الأكياس السوداء دي، بيقال إن هو كان حاططها في شنطة المدرسة بتاعته، وبدأ يتحرك بيها مسافة 4 كيلو وبدأ يرميها في منطقة كارفور، في المكان اللي الأهالي عثروا فيها على جثة محمد أحمد.